السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ يا رب جميعا ان شاء الله تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. النهارده هنعمل صينية كوسة بالفراخ تحفة جدا. مش كله بقى صينية بطاطس بالفراخ. الكوسة حلوة جدا وطعمها جميل بيبقى لو تبلتها كده وعملت لها كده تركات حلوة هتطلع معاكي طعمها تحفة. وهتعملي احلى صينية كوسة وجنبها شوية رز بالشعرية والولاد هياكلوا ويتبسطوا منها جدا. اول حاجه هنسلق الفراخ هنا. انا حبيت احط لكم برده المقطع علشان لو بنوته عايزه تسلق فراخ تبقى عارفه طريقه سلق الفراخ وكده، وعلشان في ناس بتبقى يعني بنات لسه داخله جديد المطبخ. هنا الفراخ طبعا غسلنا غسله حلوه قوي ومنضفينها كويس جدا جدا. نقعنا في ملح وليمون، بس انا ما بنقعش غير في ملح وليمون يا جماعه، بتطلع فراخي زي الفل. خرطت كده بصلايه حلوه كبيره ودعكتها بملح وفلفل اسود وشويه حبهان مطحون، وحطينا ورق لورا. اول ما الريم يطلع على الوش كده بنبتدي ان احنا نشيله علشان خاطر ايه؟ ما يبقاش فيه زفاره في الشوربه. طبعا احنا شلنا الريم خالص ومفيش اي ريم خالص خالص. وحطينا كمان الملح، ظبطنا ملحنا. الفراخ بنحط لها ملحها من البدايه علشان الفراخ مش زي اللحمه يعني بتاخد سوا، تسويتها اسرع. هنسيبها بقى كده نغطيها على النار ونسيبها تستوي. وهنا بقى هنعمل صينية الكوسة. حطينا كده حوالي بصلاية كبيرة كده وقطعة من السمنة وعليها شوية كده من الزيت، وقلبنا بقى كده البصلاية. عايزينها تدبل، عايزين البصلاية ما تاخدش لون، بس مجرد ان هي تدبل. هنضيف لها بقى ايه هنا واحنا كده بنشوح فيها. وطبعا الكوسة بتاعتنا يعني خرطناها الاول، حكيناها كويس وخرطناها وغسلناها غسله حلوه كده وحطيناها في المصفى. حطينا رشه فلفل اسود، وكمان هنضيف حوالي معلقه سكر علشان تكرمل لنا البصلايه دي كده وتدي طعم حلو قوي. تمام. وزي ما قلت لكم مش عايزه البصلايه بتاعتي تاخد لون، مجرد البصلايه هتدبل معايا هنزل عليها بالكوسه وهتاكلي اطعم صينيه كوسه في الدنيا. طعمها بيبقى حلو جدا. اول ما وصلت للمرحله دي نزلت بقى بالكوسه كده عليها وهقلبها بقى كده فيها. تمام. عندي بقى صلصه بيتي، احنا كنا عاملينها صلصه بيت يعني مش جاهزه. حطينا منها معلقتين كده علشان الطماطم بتاعتي كانت لونها فاتح شويه وتعزز اللون. ومعايا كده حوالي نص كيلو من الطماطم ضربته في الخلاط وصفيته من اي شوائب خالص في المصفى كده، ونزلت بيه. وحطيت بقى كده ايه شويه فلفل اسود وحاسبها تستوي على البوتاجاز من فوق 3/4 تسويه. تمام كده. ولما الفراخ بتاعتي تستوي هاخد بقى من الفراخ بتاعتي واحطها في الصلصه دي. شايفين الفراخ بتاعتي طلعت الايدام وحلوه قوي، شربتها صافيه ازاي. طلعت الفراخ بقى كلها، جزء هحمره والجزء التاني هحط منه في الكوسه. والكوسه بتاعتي اول ما دخلت في التسويه نزلت كده بمغرفتين من الشوربه. وهاخد بقى الفراخ بتاعتي كده زي ما بتعمليه في صينيه البطاطس، هاخد كده من الصلصه بتاعتها واغطس الفراخ بتاعتي فيها واغطيها كده بالصلصه. ودخلتها بقى في المرحله دي الفرن من تحت، وبعد كده ولعت لها الشوايه 5 دقايق طلعت باللون الحلو ده. الفراخ بقى بصوا متحمره كده وجميله، والكوسه طعمها كانت تحفه يا جماعه. يا رب الفيديو يعجبكم. وحمرنا الفراخ التانية. بشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.